الزمالك مع معتمد جمال ليه شكل ولون تاني، وتعال اقول لك ايه هو الشكل واللون التاني. معتمد جمال اللي قدر يقود الفريق حتى الان في 4 مباريات وقدر يفوز بيهم، سواء في الدوري او حتى في المشوار الافريقي في اول جولتين. ولكن ده مش المهم، لان دايما البدايات بتبقى حلوه، ولكن المهم الاستمرار، والمهم اكتر ان اشوف التغيير في الفريق. وهو ده بقى اللي انا جاي اقول لك عليه. فريق الزمالك كان عنده مشاكل في التلت الدفاعي وفي نص الملعب بشكل رهيب، ولكن قدر ان هو يجيب المسلوسي ويوظفه في قلب الدفاع كسد باك، علشان نشوف دلوقتي المسلوسي هو قلب الزمالك النابض. وان انت كزملكاوي وانت بتتفرج وشايف المسلوسي بتطمن على طول. ونص الملعب اللي بقى فيه دونجا ورؤى والسيسي، واللي الثلاثه الحقيقه اي اتنين في نص الملعب بقيت بتتفرج على كوره جميله واستحواذ قوي جدا من نص ملعب الزمالك في كل مباراه. ده غير بقى اهم ميزه من وجهه نظري بحب اشوفها في اي فريق، والميزه دي بالمناسبه بتميز فريق عن فرق كتير جدا، وهي ميزه الاسبريس القوي والضغط في كل مكان في الملعب، خاصة بعد فقدان الكورة وانك بتقدر ترجعها لرجلك تاني في ثواني. وهو ده اللي بيعمله لعيبة الزمالك، اول ما الكرة تتقطع تلاقي ضغط كبير جدا سواء من اليمين دونجا اللي بيروح ورؤى وراه، وتلاقي فيه ترحيل في الملعب، فبتلاقي طبيعي جدا لعيبة الزمالك في ثانيتين 3 بالكتير يكونوا معاهم الكورة وماسكين استحواذ في الملعب. ده غير طبعا الروتيشن الكبير جدا ما بين اللعيبة، ودي ميزة كبيرة جدا الحقيقة في ظل الضغط مباريات في الوقت الحالي من الدوري لافريقيا. فدلوقتي انت كزملكاوي هسألك سؤال، هل الزمالك في احتياج لمدرب اجنبي؟ ولو المدرب الاجنبي جه هيقدم ايه اكتر من اللي معتمد جمال بيقدمه؟